الشعب الصحراوي الأبي البطل الشجاع العاتي الذي لا يقهر، جماهير شعبنا في كل مكان، بمحمد الغزلان، بآسا، بقليميم، بفسق، بالقصابي، بالتسقلان، بالطنطان، بأبو الطيح، بالكروشي، بالدورة، بالتشيرة، بالعيون، بالسمارة، بالبوجدور، بمدينة المرسى، بالداخلة وبكل مكان، بمخيمات العزة والكرامة، بالريف الوطني وبالمهجر، أبطال جيش التحرير الشعبي حماة الوطن، صانع المجد، المرابطون على الخطوط الأمامية، معتقلين في السجون المغربية، وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام، ومعتقلي قديميزيك، ومعتقلي صف الطلابي، والأب مبارك الداودي، ومحمد الحافظي عزة، وعلي السعدوني. يا جماهير شعبنا المرابطة في خندق الكفاح والنضال في كل مكان، المغرب يهدد الشعب الصحراوي بالحرب. اش خاصك يا عريان؟ خاتم يا مولاي. الملك وجيش بوريط الفاشل والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية المخزنية والصحافة المأجورة وجمعيات المجتمع المخزني والمنتخبون والخونة والعملاء وأبواق المخزن كلهم يزبدون ويرغدون ويتسابقون إلى التهديد والوعيد. ضد من؟ ضد الشعب الصحراوي. الجيش الغازي في أعلى درجات التأهب وطائرات عسكرية وقمر صناعي، كل هذا ضد من؟ ضد الشعب الصحراوي. الله أكبر. وكأني بالمغرب الغازي التوسع المحتل نسي أو تناسى أو يحاول أن يتناسى من هو الشعب الصحراوي في ساحة الوغى، عندما تمطر السماء نارا وتسبد الأرض نارا ويتحول الهواء لهيبا حارقا لا يقاومه إلا الأسود الصناديد الأشاوس. نسي أو يحاول أن يتناسى أن حرب أسبوع التي أقرها ضد الشعب الصحراوي في 31 أكتوبر تحولت عقودا وعقود بفضل شراسة المقاتل الصحراوي وقوة وصلابة الشعب الصحراوي. نسي أو يحاول أن يتناسى أن 16 سنة من الحرب المسلحة جعلت جيشه وقواته البرية والبحرية والجوية سرابا في فيافي الصحراء. نسي أو يحاول أن يتناسى ملاحم البطولية التي سجلها جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قواته الفاشلة المهزومة الدليلة. نسي أو يحاول أن يتناسى ملاحم جديرية وراس الخنفرة وخنيفيسة والمطلاني والتفاريتي وأمقالة وبير نزران وحوزة والفرسية والمسايل والورقزيز والمحبس وأم دريقة والسمارة والطنطان وآسا ومحمد الغزلان وآقا وطاطا وأم الحسن وأبو الطيح وراس الخنفرة والبيرات وقتة زمور والمسيد وأم الدقن. يسألوهم كيف انتهت أسطورة الفالق المدرعة أحد والزلاقة والأراك والتي دمرت عن آخرها وأصبحت في خبر كان. يسألوهم كيف قتل إدريس الحارثي وأسير الجنرال العبيدي عبد السلام وانتهى الفيرق الثالث المتجول إلى غير رجعة. يسألوهم كيف قضي على الفيلق السادس المتجول وكيف فر قائده محمد الغزدامي ليلا مع من تبقى من جنوده بجنودهم لا يلوون على شيء. يسألوهم واسألوا الرايد المحجوب الطوبجي الذي لا زال حيا يرزق، يسألوه عن من هو المقاتل الصحراوي وكيف أنهى الفيلق الرابع الذي كان يقوده، وكيف سيطر الجيش الصحراوي بقوته وصلابته وشهامته وشجاعته على الميدان طوال مدة الحرب حتى وقف إطلاق النار. يسألوهم كيف فر العقيد محمد العابدين وانتهت أسطورة الفيلق الثاني المتجول، بل وكيف فر أحمد الدليمي وعبد العزيز بناني، وكيف انتهت أسطورة الفالق المدرعة أحد والزلاقة والأراك. بل اسألوهم عن طياريهم وطائراتهم التي كانوا يتبجحون بها كيف تحولت رمادا وشظايا بفضل قوة وصلابة المقاتل الصحراوي وطياروهم بين القتيل والأسير. يسألوهم عن طاهر الطاهر وعن معطاوي المحجوب وعن العربي وعن بطيش محمد والطيار النقيب نجاب عبد السلام والطيار أحمد بن بوبكر والطيار دريسي أمين والطيار مساعد أول محمد بيتيش والطيار أحمد إبراهيم علاي والطيار الرقيب زرواني محمد والطيار الملازم علي عثمان والطيار محمد بن القاضي والرقيب بوشريف الحبيب والطيار ماجور السالك والطيار النازي حسن بوروس والطيار الملازم أول أحمد الكيلي والطيار رايد بن الحاج والطيار المساعد أول إدريس اليزمي والطيار النقيب يوسف المغزاوي، كلهم بين الأسير والقتيل. المغرب يهدد الجيش الصحراوي بالحرب. لقد جنى المغرب على نفسه
ووقع على نهايته بدمه القذر. يريدها حربا مفتوحة. إلى الحرب المفتوحة إذن. 43 سنة من العطاء وبسخاء حولتنا صخرا عاتيا عاليا، والعدو ذئبا أجربا معزولا في انتظار الموت الحتمي والأبدي. تركناه كالغريق لا يعرف أي موجة سيواجه. إفريقيا قالت كلمتها وانتهى الأمر. الدولة الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، لا لقاء ولا شراكة ولا مؤتمرات ولا ندوات دون حضور الدولة الصحراوية. محاكم أوروبا قالت كلمتها وانتهى الأمر. المغرب أرض، والصحراء الغربية أرض أخرى مختلفة عنها ومتميزة. المغرب قوة احتلال، ولا وجود لما يسمى القوة المديرة للإقليم بقوة الأمر الواقع. الشعب الصحراوي سيد على أرضه وجوه وبحره، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. والأمم المتحدة تدفع دفعا نحو احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 16 سنة من الجحيم أرغمته على الهرع بحثا عن توقيف إطلاق النار، ووقع مرغما على مخطط التسوية الأممية، ووافق مرغما على استفتاء تقرير المصير، وعلى دخول بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية ليخون عهده كالعادة وينكث الوعد كالعادة. و27 سنة من وقف إطلاق النار أذقناه طوالها العذاب المر. أراضينا المحررة عرفت تنمية سريعة لم يسبق لها مثيل. مدارس، مستشفيات، بلديات ومرافق لا تقل في قيمتها ومستوى خدماتها عن أي مرافق عمومية لدول الجوار، بل أفضل ملايين المرات عما توجد عليه مثيلاتها بأغلب مدن المغرب المحتل. مناطقنا المحتلة تحولت نارا تحت أقدامه، فتهاوت جحافل قواته ومرغت أنوف قواته التي آلفت التبجح والتخويف في الأوساخ، وفشلت نهائيا أمام قوة وصلادة وإصرار وشجاعة المرأة الصحراوية، أمام قوة الشيخ الصحراوي، أمام بطولة الطفل الصحراوي. نعم، انتهت وأصبحت في خبر كان يرعبها العلم الوطني والشعار لا بديل عن الاستقلال الوطني. المعتقلات والسجون والمحاكم حولها أبطالنا منابر للمرافعة عن القضية الوطنية ومحاكمة الاحتلال جهارا نهارا، وأفرغت من محتواها وأصبحت خواء خلاء حتى أمام المغاربة أنفسهم. مقاتلون جاهزون واقفون منضبطون، أصابعهم على الزناد في انتظار كلمة فقط، كلمة لينقضوا على العدو. دبلوماسيتنا تصول وتجول العالم وتحصد المكسبة لولا آخر. مؤسساتنا الوطنية شامخة تتقوى يوما بعد يوم وتتسع وتشمخ في إطار الدولة الصحراوية، والعدو محاصر من كل صوب وحظر. ندفعه بحذقة وذكاء نحو الانتحار ومواجهة المنتظم الدولي برمته من خلال مواجهة الأمم المتحدة وأمينها العام. فالله أكبر ما أجل الكفاح الصادق من أجل الحرية، من أجل الكرامة. إنها الحرب إذن ونحن لها، نعرفها وتعرفنا جيدا، وشعاراتنا الخالدة نصب أعيننا. بالبندقية ننال الحرية، وحرب التحرير تضمنها الجماهير وكل الوطن أو الشهادة، وبالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح. فيا جماهيرنا المجيدة ويا أبناء شعبنا الأبطال الشجعان في كل مكان، كل من موقعه، بالسلاح في مواقع السلاح، بالوقفات السلمية في مواقع الوقفات السلمية، بالمسيرات والمظاهرات في مواقع المسيرات والمظاهرات، بالدعم والإسناد في كل موقع دعم وإسناد، والوحدة الوحدة. فمزيدا من رص الصفوف، مزيدا من التماسك، مزيدا من التضامن، مزيدا من الالتفاف حول الخط الذي عليه نحيا عليه نموت. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. فالمجد للشهداء، العزة لأبطال الشعب الصحراوي، الكرامة للوطنيين الأحرار البررة، والذل والخسة والمهانة للخونة والمتخاذلين الأنذال المتساقطين، وكل الوطني أو الشهادة.